السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله أنا رجعت بعد غياب طويل اللي دام مدة سنة. نتمنى أن هذا الرجوع ديالي يكون فيه الخير، وإن شاء الله القناة ديالي أنها تحرك وتكبر العائلة وإن شاء الله تكون قناة اللي هي مفيدة لكم وفيها وصفات ناجحة إن شاء الله. غادي اليوم نقدم معكم واحد البيزات كيجيو زوينين ورطبين وساهلين. نبداو في المكونات ديالنا. هنا عندي معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، معلقه صغيره ديال المطارد، معلقه صغيره ديال الهريسه، معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال السكر، بيضه، وعلبه ديال الياغورت اولا دانون بالسوس، وثلاثه المعالق ديال الزيت، وكاس ديال العنبه ديال الماء. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات الاولين. غادي نديروا الخميره، غادي نزيدوا عليهم السكر والبيضه، وغادي نضيفوا عليهم داك الكاس ديال الماء يكون دافي. وبالنسبه لهاد المكونات الاخرين غادي نخليهم حتى المرحله الثانيه. هنايا راه الماء دافي وكاس ديال العنبه عامر. غادي نخلطهم. هنايا راه خلطت ما تصورش ليا. غادي نخلطوهم مزيان باش تذوب ديك الخميره، وغادي نزيدوا عليهم واحد كاس لاروب ديال الدقيق. غادي نمزج مزيان، غادي نخلطهم حتى ينسجموا يتحيدوا دوك الكويرات ديال الدقيق صافي. وغادي نغطي عليها ونخليها تتفاعل واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه، مهم على حسب الجو. بالنسبه لكم يعني تفاعلت وخمرات بهذا الشكل. غادي نجي دابا نزيد المقادير الاخرين. غادي نزيد لا موطارد والهريسه والملحه والياغورت الطبيعي والزيت. بالنسبه للزبده غادي نخليوها حتى نخلطوا العجين، عاد غادي ندخلوا مع هذاك الزبده في الاخر، والزبده تكون بحراره المطبخ. هنا غادي نمزج مزيان، وغادي نبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه. بالنسبه للدقيق راه خدات ليا نص كيلو ديال الدقيق نيشان. نتوما على حسب بقاو تزيدوا، يقدر تاخذ لكم قل اولا اكثر بشويه ولا نص كيلو نيت. المهم نتوما غادي تبقاو تخلطوا حتى تلقاو تحصلوا على القوام اللي حصلت عليه، على حسب البيض ومهم على حسب المكونات. صافي انا هنايا غير غادي نجمعها، غادي نبقى نزيد الدقيق ونجمع حتى غادي تجمع ليا، يعني ما غاديش ندلكها. ها نتوما هنايا راه جمعتها كما كتشوفوا. الدقيق راه باقي، يعني راه ما عجنتهاش. غادي نزيد عليها ديك المعلقه الكبيره ديال الزبده صافي، وغادي ندخلها فيها. مجرد ما غادي تدخل لنا ديك الزبده في العجين صافي غادي نغطيها بهذا الشكل. هنايا كما كتشوفوا زعما راه ماشي دلكتها، يعني واحد 3 دقائق حتى دخلات ديك الزبده وانسجمت معها مزيان. صافي غادي نعاود نغطيها ونخليها تخمر على خاطرها من نص ساعه حتى فاكثر. المهم قد ما خليتوها مزيان، يعني ماشي مشكل، من نص ساعه حتى لساعه هكاك. بالنسبه هنايا الحشوه اختياريه، ديروا اللي بغيتوا. المهم هاد الحشوه اللي غندير معكم راه كتجي زوينه. هنايا عندي الكاشير والورق ديال البصل، ديال البصله خضاريه، وعندي علبه ديال الطون، وعندي شويه ديال الابزار. هنايا غادي ندلكهم مزيان، غادي نمعكهم باش داك الطون يتفرتت كله. غادي تخلط ليا مع داك الكاشير صافي. وهذه هي الحشوه. ممكن تزيدوا عليها الجبن، ممكن تزيدوا عليها الفرماج، ممكن هاد الخبيزات تحشوهم غير بالجبن تيجيو زوينين. الجبن ماشي الفرماج يعني مثلث ولا مربع، هذاك من بعد ما كيبردو كييبس وكيرجع ما كيجيش زوين. المهم خصكم ديروا الجبن صافي. هنا راه خمرات لينا العجينه كما شفتوها، خليتها خمرات على خاطرها. هنا غادي نجي ندير منها كرات بهذا الحجم اللي كتشوفوا، وعلى حسب الحجم ديال الخبيزات اللي بغيتو. هنا غادي نديرهم بحال كوميرات هكا طوال، باريزيانات طوال. كيجيو هكاك فيهم العجينه يعني قليله، يعني كيجيو رقاق وكيجيو خفاف، ما كيجيوش فيهم العجينه كثيره. هنايا ها نتوما كنبسط غير شي شويه بهذا الشكل بشكل بيضاوي تجي هكا طويله صافي. وغادي ندير الحشوه. المهم الطريقه راه شارحه، الفيديو راه شارح الطريقه صافي. وكنسد بهذا الشكل
صافي غادي ندوز لهادوك الجناب، غادي نرققهم حتى هما باش تجيني في البلاصه اللي كتسد فيها العجينه باش تسد ليا مزيان بهذا الشكل. صافي وغادي ندور وغادي نقرصها بهذا الشكل اللي كتشوفوا في الفيديو. صافي صافي من بعد غادي ندلكها شي شويه بحال هكا وغادي نجبدها على الحجم اللي بغيتوهم يعني يجيكم غلاظ تتخليوهم كما شفتوهم، بغيتوهم يجيو رقاق، ولكن من الافضل انهم كيجيو رقاق وطوال، كيجيو زوينين في الحطه وتيجيو زوينين حتى في الماكله، يعني كيحسن من الا كتيجي العجينه يعني فيهم كثيره. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نوريكم وحيده اخرى. يعني الطريقه ديالهم راه ساهلين ماشي صعاب. كيف ما ممكن يعني ديروهم غير هكا ما تعمروهم بحتى حاجه، ديروهم على شكل باريزيانس بهذا الشكل اللي درت، وغادي تزينوهم كيف ما غادي نزينهم كافيين راه كيجيو زوينين. هانتوما غادي نحطهم كاملين بهذا الشكل. هنايا راه بسطتهم شويه، ضغطت عليهم شويه باش ما يجيوش منفوخين بزاف. صافي هنا غادي ندهنهم بالبيض. المهم انا راه كملت الكميه كامله، وبالنسبه للتخمار راه غير كتساليهم صافي كدهنوهم، يعني ما كتعاودوش عاوتاني تخليوهم حتى كيخمروا، كتلقاهم تطلقوا صافي وكتدخلوهم الفران مباشره. هنا غادي ندهنهم بالبيض، هنا درت غير بيضه طربتها مزيان. صافي غادي ندهنهم بها وغادي ندوز نوريكم باش غادي نزينوهم ان شاء الله. وهنايا من الفوق راه ممكن تزينوهم غير بزنجلان، ممكن زينوهم بالبافو، ممكن تزينوهم غير بالفرماج اللي بغيتو. هنايا عندي بصله هذيك خضاريانيت، جذور ديال الورق ديالها مقطعينهم يبسين، وهنايا غادي وعندي الفرماج محكوك، وعندي الكاشير. المهم هادو اللي غادي ندير من الفوق. من الفوق ممكن ديروا حتى البصله خضاريه هكاك ما يابساش، انا عندي هذه يابسه اللي ما توفراتش لي قلت لكم تزيين من الفوق ممكن ديروا اي حاجه بغيتوها، اي حاجه متوفره عندكم، اولا غير دهنوهم بالبيض حتى هو راه كيجيو غير هكا. الا درتوها تزيين كيجي زوين من الفوق وتيعطي حتى المذاق، تعطي واحد التقرميشه، تيجيو رطبين من الداخل ومقرمشين من برا. صافي غادي نستمر وغادي ندخلهم بعد ما نساليهم غادي ندخلهم الفران، والفران ضروري يكون على 250 حتى ل 300، يكون سخون باش كيبقاو رطبين وكيجيو مفشفشين، يعني ما يبقاوش في الفران بزاف، ما ياخذوش وقت طويل في الطياب. وهذا هو الشكل ديالهم، راه كيجيو مذهبين وقطنيين ورطبين، واهم حاجه انهم كيجيو لذاد لان ديك العجينه من السما والحشوه، ومهم من السمي من جميع من جميع الجهات، الحشوه والعجينه ومن الفوق ما شاء الله كيجيو زوينين. نتمنى انهم يعجبوكم. وهانتوما كما كتشوفوهم من الداخل راه كيجيو خفاف، ما كيجيوش معجنين، ما كتجيش فيهم العجينه كثيره كما قلت لكم، وكيجيو مهويين. نتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم وديروهم في رمضان، وديروهم للوليدات الكوتي ولا في العشاء ولا يديهم معاهم المدرسه. هكا كيكون الفيديو ديالنا سهله، والوصفه ديال اليوم هي هذه. مع السلامه، والى وصفه ثانيه ان شاء الله.